الراجل فجأة يستوعب حاجة جديدة، البيت الجديد اللي لسه شاريه فيه ثقب أسود في الحيطة. في الأول افتكروا بقعة أو تلف في الدهان، لكن الفضول سيطر عليه. شال ورق الحيطة من حواليه واتفاجئ بباب معدن مستخبي وراه. القفل شكله مش عادي، وفجأة افتكر قطعة خشب كان رماها في الزبالة قبل كده. جري عليها، ركبها في بعض على شكل مفتاح ودخلها في الباب. لفة واحدة والباب اتفتح. مراته دخلت برجلها جوه، وفجأة كل أنوار البيت بدأت ترفرف بقوة. الراجل افتكرها مشكلة كهرباء عادية، فكلم شركة الكهرباء. الفني بص على السلوك وقال إنها قديمة جدا، أقدم من أي حاجة شافها قبل كده. مصدقش كمان إن البيت ده ليه ملاك جديد. ولما الراجل ضغط عليه قال له الحقيقة المالكين اللي قبله توفوا في البيت ده وانصحوا ما يلمسش أي حاجة. الراجل مصدقش، دخل على النت يدور ولقى الأخبار بتأكد إن زوجين توفوا هنا. حس إن البيت مش طبيعي خالص، ضيع وقت كبير وهو بيختار بيت أحلامه، وفي الآخر طلع مسرح جريمة. بالليل شرب علشان ينسى، ومن غير ما يفكر قال يا رب أنا محتاج زجاجة تانية. في نفس اللحظة الأنوار رفرفت، وفجأة زجاجة شرب ظهرت قدامه. تاني يوم الصبح ليزا صحت على رفة النور. مشيت ورا الصوت ودخلت الأوضة اللي اكتشفوها جديد، ووقفت مكانها من الصدمة. الأوضة مليانة لوحات عالمية نادرة. الراجل كان مبهور وفرحان زي طفل، وهي فاكرة إنه مرهق ومش مركز. سألها إيه أكتر حاجة نفسك فيها؟ قالت شغل أحسن. قالها لا، حاجة ملموسة. بعد إلحاح قالت $1000. الأنوار رفرفت والراجل لقى $1000 فعلا. ليزا ما صدقتش، فطلب منها تطلب أكتر، 10,000، 100,000، وبعدين قالت أنا عايزة $1,000,000. النور فصل خالص، ولما رجع ليزا بصت على الأرض وهي مذهولة. رزم فلوس في كل مكان، $1,000,000 كامل.